آه، أسعد الله مساءكم جميعا. آخر مستجدات مدينة غاد وصول قافلة طبية متطوعة إلى مدينة غاد، واللي طبعا أجرت عمل تطوعي داخل مستشفى غاد العام لمدة 5 أيام. وطبعا سجلت أكثر من 130 عملية للمرضى داخل بلدية غاد اللي يعانوا من عدم توفر الأطباء داخل المستشفى. وكانت هذه القافلة متنفس يعني للمواطنين اللي يعانوا أشد المعاناة من جميع الأزمات داخل بلدية غاد، من أزمة السيولة، وأيضا أزمة تأخر المرتبات، وأيضا ضمن طبعا بعض الخدمات اللي تقدمها جمعية ليبيا وابني غريب. افتتحت الجمعية مشغل في محلة الفيوت، مشغل للخياطة لتدريب السيدات عن شغل الخياطة والحياكة والتريكو. وأيضا ضمن الأزمات اللي يعاني منها المواطن داخل مدينة غاد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بعض الأحياء داخل المدينة في فصل الشتاء، والناس طبعا تستهلك التيار الكهربائي في فصل الشتاء للتدفئة وبعض الأشياء. فمعاناة يعني المواطنين من هذه الانقطاعات المتكررة. أزمة الوقود تعود إلى مدينة غاد من جديد. يرتفع الآن السعر الجالوني 20 لتر للبنزين في مدينة غاد إلى ما يقارب 60 دينارا. هذا كل ما لدي، وأشكركم جزيل الشكر طبعا. خلاص.